بما ان البيضة الواحدة بقت ب4 جنيه، فتعالوا اقول لكم لما يكون عندكم بيض ازاي تستغلوه احسن استغلال. هنعمل بيه احلى بانكيكس ممكن تدوقوها. اول حاجة هحتاج لبيضتين. هبتدي افصل الصفار عن البياض، والبولة اللي فيها البياض لازم تكون ناشفة وتكون نظيفة. بعد كده على الصفار هضيف معلقتين كبار من الحليب. انا استخدمت حليب شوفان، تقدروا تستخدموا اي نوع حليب. بعد كده هضيف رشة من الفانيليا الباودر و3 معالق كبار من الدقيق. هضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبعد كده هنخلهم فوق الصفار. هقلب كل ده مع بعضه كويس لحد ما يبقى قوامهم بالشكل ده. بعد كده هحطهم على جنب، وبعدين هنجيب البياض هنضيف عليه ربع معلقة صغيرة من عصير الليمون، وبمضرب البيض هبتدي اضرب فيه كويس لحد ما يبدأ يعني قوامه يتضاعف شوية. واثناء ما انا بضرب هبتدي اضيف معلقتين كبار من السكر. تقدروا تطحنوا السكر قبل ما تضيفوه لو حابين، بس انا حسيت ان ملهاش لازمه. يعني هنا ضفت اول معلقه وهضرب شويه، وبعد كده هضيف المعلقه التانية. عاوزين نوصل بقوام البياض ده ان هو يكون عامل زي كريم شانتيه كده، او زي لما بنيجي نعمل المارينج، بحيث نيجي نقلب البوله كده ما يتقلبش معانا. بعد كده هاخد جزء من البياض ده وهبتدي اضيفه على خليط الصفار والدقيق، وهقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم بالطريقه دي من تحت لفوق وبالراحه، بحيث نحافظ على الهواء اللي دخلناه جوه البياض، لان هو ده اللي هيخلي البانكيكس هشه في الاخر. بعد كده هضيف الميكس اللي احنا عملناه ده للبياض، وهبدا اقلب برضو بنفس الطريقه. وما تقلبوش كتير، يدوب بس نخلي المكونات تختلط مع بعض كويس، لان لو قلبنا كتير ده بيخلي البانكيكس معانا تقيله وما تكونش سفنجيه بالشكل اللي انتوا شفتوه. وعلشان نخلي البانكيكس شكلها حلو في الاخر استخدمت كيس حلواني والقمع الستانلس اللي هو فتحته بتبقى مدوره ده. بس تقدروا يعني تحطوها في الطاسه على طول، مش شرط تعملوا الطريقه دي، او حتى ممكن تجيبوا كيس وتقصوه بالمقص من طرفه وتعملوا يعني تحطوا البانكيكس بنفس الطريقه دي. المهم الطاسه تكون متسخنه كويس وتدهنوها زيت كويس، بس مش كتير قوي، يعني امسحوها بالمنديل كده كويس بالزيت. هبتدي احط بقى البانكيكس بالشكل ده، وعلى حسب مقاس الطاسه عندكم هتحدد اذا كنتوا هتسووا الكميه دي على مره او مرتين. بعد ما احطهم بالشكل ده هبتدي اضيف معلقه صغيره من الميه حواليهم، لان البخار اللي بيطلع ده بيساعد في ان هما يستووا اسرع. بعد كده غطيتهم وسبتهم 3 دقايق، وبعد كده فتحت علشان اقلبهم بالشكل ده. بعدين هضيف برضو معلقه صغيره من الميه وهغطيهم واسيبهم 3 دقايق كمان. الكميه دي ممكن تعملوكوا 4 بانكيكس حجم وسط زي دول، او 2 بانكيكس يكون ارتفاعهم عالي قوي. بعد كده زينتها برشة من السكر البودرة وفراولة، ممكن زينوها بأي فاكهة عندكم. وضفت كمان رشة من عسل النحل. اللي يجرب الوصفة دي وتنجح معاه يبقى مبروك كده، يقدر يعمل أي وصفة كيكة اسفنجية، لأن نفس التكنيك اللي بنعمل بيه كيكة اسفنجية اللي هو فصل الصفار عن البياض، وان احنا نضرب البياض لوحده بعد كده ندمجهم مع بعض بالطريقة اللي انتوا شفتوها، هو ده أساس عمل الكيكة الاسفنجية. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم، وياريت تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. باي باي.